ابوس لي ابوس الراس ابوس الذوق والاحساس ابوس الايد ابوس الراس ابوس الذوق والاحساس هو انتي يا عمري العمر عندك حاجة ما تنباس ابوس الايد ابوس الراس ابوس الذوق والاحساس هو انتي يا عمري العمر عندك حاجة ما تنباس اشوفك في ظلام الليل اشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميصي بشوق ودمعة وبسمة في خدك اشوفك في ظلام الليل اشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميصي بشوق ودمعة وبسمة في خدك انا مثلك منام الليل انا مثلك انام الليل ابوس الليل ابوس الراس ابوس الايد ابوس الراس ابوس الذوق والاحساس هو انتي يا عمري العمر عندك حاجة ما تنباس. حضرتك تقول انه كاظم سار هو النهر الخامس. اي نعم. بعد عبد الوهاب وام كلثوم وفريد وعبد الحليم زين، وين فيروز وين وديع وين صباح فخري؟ لا شوف استاذ وليد المشكلة احنا بالعراقيين ما يعني قد نحب مثلا تشوف الفنان العربي من يجي نحسه فدهاله كبيرة جدا. اي بس انت خليت 4 عرب قدام يعني. اوكي. أوكي. جاية كان جاية. اكو ظواهر واكو مطربين واكو مغنيين واكو مؤدين. الظواهر اللي هم الكبار اللي ذكرناهم عبد الوهاب وكلثوم وفريد وعبد الحليم وفيروز صباح فخري ووديع الصافي وكاظم من ذول الظواهر هذول ما يكررون طبعا. وبعد اكو اصوات البقيه يجون انا دائما اقول انه كاظم هو امتداد العمالقه بالضبط يعني بالضبط. الوطن العربي كله على مستوى الوطن العربي بالضبط يعني. نعم. بس احنا يعني ليش يعني نستقل انه عفوا يعني نقلل من قيمته؟ لا ليش نقلل من قيمته؟ انت تدري يا صديقي وكلهم هم المطربين اصدقاء من الله يرحمه ياس خضر الى اصغر واحد. انا ما سالتك هذا السؤال تقليلا لا لا لا, لا ابدا اعرف ايش تقصد، بس دا اقول لك انه هؤلاء ايضا عظماء يعني ايضا ممكن انه تدرجهم في مع نعم كاظم ظاهرة شئنا ما بينه اكيد طبعا. يعني انا عشت وياه بالقحر عشت وياه بلبنان شفته بقطر والاردن طبعا هذا من غير بغداد من كنا حفايد بالمسرح العسكري والحفلات هنا البسيطه زين وكان خطيه يعني الرجل ما وضع المادي على ما هو يقولها نفسه يعني اي دائما نتكلم بها. نعم. يا اخي ما يعني انا شفته برا عين يعني مره نزلنا من رحت المهرجان الاولاني العربيه بال97 فانا كنت بشيراتون الجزيره كل الوفود اشهر 3 كنا 3 اشهر 3 مغنيين بس هم كل الوطن العربي مشارك. كان صابر الرباعي شويه معروف يعني بعد مو كل بداياته واني وهويدا السوريه والبقيه يعني بعدهم شباب يعني ما معروفين فكانوا يحسبون حساب. حتى كان احد اعضاء اللجنه السعودي والبحرينيين كانوا يتاملون يعني هذا. قلت لهم والله انا راح اغني قصيده المهند محسن اسمها عيون مهند عن الام.
في تلك الفترة كاظم وصالي اللجنة، عفوا الفرقة مو اللجنة، نعم. فدكتور خالد فؤاد تعرفه حضرتك، كان توفى الله يرحمه. الله يرحمه. شوف كاظم ايش قد ما اثر بيهم. قال لي استاذ احمد خابرني الفندق، كاظم وصاني عليك، شو تريد نسوي لك؟ تسوي موال اللي قدام بالقصيدة، تريد تسوي تعيد المذهب الرجعة هذا يعني نغفل بالمذهب، تريد نسويه مثلا هيجي دللوك. اي قلت له هاي لانه استاذ كاظم هذا قال لي ذا الباشا زين. فيعني هذا الباشا من شفته اني انت ضوب يكفي كاظم الساهر انه اثر بالشعب المصري اللي هو مليان من ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب. كاظم اثر بهذا يعني الشعب، هذا يكفي. هاني شاكر قياسا الى هاني شاكر كان ضيف المهرجان. يعني وين فرق بينه وبين، مع احترامي له فنان كبير. فكل التحيه يعني ابو سام مشرف. فيصل.